بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات على نص رحمة ومحبة. قطعة بتقول إن طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد، معادية للاستعباد، ميالة إلى سوق القوى الإنسانية في طريق واحد وإلى غاية واحدة. فهذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر فنبه منها ما كان غافلا، لابد أن ينال منه النساء نصيبهن، فمن الواجب علينا أن نمد إليهن يد المساعدة ونعمل معهن بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. ألف، تخير الصحيح مما بين القوسين. واحد، مرادف نمد، نعين ولا نساعد ولا كلاهما. اتنين، مفرد القوى، القوة ولا القوي ولا الأقوى. ثلاثة، مقابل منافرة يعني مقربة ولا مقابلة ولا مبعدة. سؤال ب، أجب عما يلي. واحد، ما الذي تفرضه علينا طبيعة العصر. اثنين، ما طرق الوصول إلى التقوى كما وضحها الكاتب. سؤال ج، على ما يجب أن تقوم الصلة بين الرجال والنساء كما فهمت من النص. د، بين الجمال في المرأة واليتيم. عايزين نفتكر مع بعض كده اللي احنا قلناه في شرح النص. لو افتكرنا هنلاقي ان الإجابات سهلة وبسيطة إن شاء الله. خدوا وقتكم في التفكير عشان تقدروا توصلوا للإجابات السليمة. فكرتوا كويس؟ طيب يلا بينا نشوف الإجابات الصحيحة. سؤال ألف، تخير الصحيح مما بين القوسين. واحد، مرادف نمد، طبعا الإجابة كلاهما لأن هي نساعد ونعين. اثنين، مفرد القوى، مفردها طبعا القوة، تمام. ثلاثة، مقابل منافرة يعني عكسها مقربة طبعا. سؤال ب، السؤال الأول فيه الذي تفرضه علينا طبيعة العصر، طبعا رفض الظلم، كراهية الاستعباد، وتوجيه البشرية إلى هدف واحد. السؤال الثاني، ايه هي طرق الوصول للتقوى؟ الكاتب بيوضح في النص بتاعه طرق الوصول للتقوى عن طريق تهذيب العقل وتكميل النفس، بان احنا نعدها عن طريق التعليم والتربية عشان تتعرف على اللي ينفعها وتبعد عن اللي يضرها من الرذائل وتقاوم الرغبات والشهوات غير المحمودة. سؤال ج، ايه هي الصلة اللي بين الرجال والنساء يجب ان تقوم عليها؟ يجب أن تقوم الصلة بين الرجال والنساء على المحبة والرحمة لا على الكراهية والقسوة. سؤال د، الجمال في المرأة واليتيم، إن التعبير ده فيه تفصيل بعد إجمال للتوضيح والتأكيد، بعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله في الضعيفين، عشان الناس مش عارفة مين هم الضعيفين، راح فصل اللي أجمله قبل كده وقال المرأة واليتيم. فالمرأة واليتيم التعبير ده فيه تفصيل بعد إجمال بيفيد التوضيح والتأكيد. كده نكون انتهينا بفضل الله من حل التدريبات. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات على نص رحمة ومحبة. تدريب بيقول: اقرأ ثم أجب. إن طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد، معادية للاستعباد، ميالة إلى سوق القوى الإنسانية في طريق واحد وإلى غاية واحدة. فهذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر فنبه منها ما كان غافلا، لابد أن ينال منه النساء نصيبهن، فمن الواجب علينا أن نمد إليهن يد المساعدة ونعمل معهن بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. السؤال الأول بيقول: هات جمع طبيعة ومفرد القوى ومقابل منافرة وغافلا. السؤال باء بيقول: ما طبيعة العصر الذي نعيش؟ السؤال ج بيقول: ما المقصود بالطائف الرحماني وعلى ما نبه؟ السؤال د بيقول: بين الجمال في اتقوا الله. فكر كده شوية مع بعض، نتذكر الدرس إن شاء الله، نعرف إجابات الأسئلة بكل بساطة. طول ما احنا بنذاكر نعرف إجابات الأسئلة بكل بساطة. خدتوا وقتكم في التفكير؟ طيب تعالوا نشوف الإجابات الصحيحة. جمع طبيعة
طبائع، مفرد القوى القوة، مقابل منافرة مقاربة، ومقابل غافلا منتبها. السؤال باء: طبيعة العصر الذي نعيشه أنه أصبح يتسم برفضه للظلم وكراهية الاستعباد وتوجيه البشرية إلى هدف واحد. السؤال جيم: المقصود بالطائف الرحماني هو هدي الله سبحانه الذي يوجهنا إلى حسن معاملة النساء، وكذلك هدي الرسول الذي يوصينا بالأمر نفسه كما أوضح في حديثه الشريف. السؤال د: الجمال في اتقوا الله ده فعل أمر غرضه الحث والنصح والإرشاد. كده نكون انتهينا من حل التدريبات. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معكم أستاذ هيثم المصري.